يا مساء الخير على احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. اهلا بيكم في قناتي، قناة مريانة وبيتا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو ونسمي بسم الله وهنعمل احلى اكلة النهاردة. اكلة ديكم شفتوها في اول فيديو، اكيد ياما كله بيشوفها ريجو بيجري عليها، بالذات في البرد. يعني عايزين ايه؟ حاجات كده في البرد على طول ناكلها، يعني حاجات سريعة. مش سريع، ياما هو بياخد وقت، بس يعني ممكن نعملها ونحطها في التلاجة وناكل منها تاني يوم وتالت يوم وهكذا. ممكن كمان تعمليها ميني صغيرة وتحطيها في الفريزر وتطلع منها تسخنيها في الفرن وتاكلي منها سخنة كأنك لسه عاملاها. ده البريل اللي انا عملته معاكم على القناة قبل كده. التركيبة اللي انا بجيبها وبعملها، التركيبة قلت لكم كانت ب 18 بيجت ب 20. انا بجيبها الصراحة بتوفر لي كتير، بتقعد معايا ممكن 3 اسابيع، والرغوة بتبقى شديدة بتاعتها، بتنضف المواعين بالذات الصيني، بتخلي الرغوة حلوة خالص. وعلى طول انا بغسل بيها المواعين، يعني ما فيش ان يعني انا ما بجيب من بره مثلا كيلو بريل ولا كيلو صابون سائل ببقى متضايقه ان انا جبت يعني اشتريت جاهز. انا عايزه اجيب التركيبه واعملها على طول، فتقريبا لما بلقاها متوفره قدامي بجيبها وبشيلها وما بحتاج اروح عاملاها. ماشي. الناس اللي بتسألني على لمعة المواعين، لمعة المواعين بتبقى يا اما انت تشدي حيلك عليها في الغسيل، يعني ايه تشدي تدوسي على عظمك، يا اما تنقعيها في ملح. ملح ايه؟ لا مش ملح، مش ملح، كورول وخل وليمون. تنقع الكبابي في كوباية كورول وكوباية خل وليمونتين، تعصريهم كده في عدانه، تعصريهم وتسيبيهم مده ساعه. بعد كده تغسليهم، تطلعيهم وتغسليهم. وكمان الاحلى كمان لو عندك مسحوق اوتوماتيك، اللي هو المسحوق جيل او المسحوق الحبيبات، حطي ربع كوبايه او نص كوبايه، هيديكي رغوه شديده، لان رغوه الاوتوماتيك بتزحلق، فهيطلع معاكي الدهون بسرعه، وهيطلع معاكي في كبابي كده بتبقى عليها رسومات فيها زي زخرفه، فبتلاقي في بينها كده مسود حونداير من السود، تلاقيها نطفت ولمعت كأنك لسه مطلعاها من كرتون الكبابي. والاطباق الصيني نفس النظام، يعني لو انت هتنقعيها في نفس الميه من بعد الكبابي هتخلي الصحون معاكي تلمع وتبقى زي الفل. وطبعا كل اللي يدخل عندك يشوف المطبخ بتاعك بيشوف ويرف يبقى ايه، يقول لك لا ده نظيفه وحاجتها نظيفه، فخليكي نظيفه واعملي زي ما انا بقول لك. قلنا نبدأ ايه؟ نبدأ نغسل مواعين. عندي كباب وعندي مواعين وعندي مولد كده. انا بعمل ايه؟ ما كنتش بعمل اي حاجه، كنت يا دوب بعمل اي لقمه كده ياكلوها البنات وبدخل انام. ما كنتش بقوم من تحت البطانيه. كسل 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 في الشتاء، ده الكسل في الشتاء. بس هنعمل ايه؟ هو الجو برد واحيانا النور بيقطع كمان، يعني تبقى مثلا النهار قصير وتيجي بالليل تحبي تعملي حاجه تلاقي النور قطع، فالواحد بيكسل اكتر، بيكمل باقي اليوم نوم برضه وهكذا. طب هنعمل ايه؟ قولوا لي هنعمل ايه؟ الاجازه، هي الاجازه هنقضيها نوم. المدارس هي اللي بتخلينا نصحى بدري. اهو نغسل مواعين ونروق المطبخ بتاعنا. لو ما نعمل ايه؟ نعمل الاكل بتاعنا. أكلة النهاردة أكلة حلوة أوي 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 أوي، كله بيحبها بالذات الأطفال. يعني أنا عندي عيالي ما يشوفوا الفطير مشلتت يبقى يوم أسود لو ما روحتش وعملت لهم زيه. يعني من مفضلات البنات يعني عندنا، وعامة الأطفال كلها، من المفضل ليهم المعجنات، يعني المخروطة، القرص، الفطير مشلتت، الفطير بالسكر، أي مخبوزات من الأكلات المفضلة بالنسبة لهم. وممكن يفطروا ويتغدوا ويتعشوا مخبوزات، لكن أنا بالنسبة لي دي تحلية، يعني مش أكل. أنا بالنسبة لي تحلية. عشان احنا اتعودنا ان احنا ايه في الشتا دي لازم نعمل ايه؟ نعمل اكله تجيلك، اكله دسمه تعمر الدماغ. يبقى قلت لكم ازاي تخلي المواعين بتاعتك تلمع. ها، نصيحه مني ليكي، يعني انا بعملها دايما الحركه دي، يعني ان انا انقع الكبابي في بريل وكرول واريال، مسحوق اريال وخل. ممكن كل شهرين كل 3 شهور انقعهم، مش على طول. لكن باقي الايام الغسله العاديه. طبعا اللي عندها غسالة اطباق ما تعملش الكلام ده كله، لان غسالة الاطباق بتستخدم ميه سخنه جامد، فبتنضف الكلام ده من غير ما تحتاج ان هي تنقع ولا تعمل الكلام ده كله.
ولو كبابك مجيرة برضو ممكن تنقعيها تلاقيها نطفت ورجعت جديدة معاكي زي ما كانت. عندي الطقم البايركس ده انا بخاف عليه، عارفين يعني ايه بخاف عليه؟ يعني انا ما بغسله بحسس عليه، بحس شايفين بغسل وانا خايفه خايفه. كان بيتزفلط من ايدي من روه البريل دي شديده. كنت ما بغسل ما بمسكه بيتزفلط من ايدي بيقع، فخايفه يتكسر. ده ب 650 جنيه يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده انا لو وجع اتكسر ممكن تحصل لي حاجه تحصل لي، ده انا ممكن انام زعلانه عليه اتجاهر عليه. فعشان كده انا ايه، يدوب بغسله ومش بحطه في المطبخ، بطلعه من بره بعيد في حته كده على ركن يتنشف ويتحط في النيش كده انتيكا زي ما هو. اهو شايفين يعني، مش هحط بقى المواعين. شطبنا المطبخ واروح نجيب الدقيق بتاعنا ونبدا نعمل الاكله بتاعتنا. الاكله ايه يا مريانه؟ الاكله فطير مشلتت صعيدي شحطي محطي. والدقيق عندنا فيه عرج، يعني عايزه اقول لكم تعبني، بس مش مشكله برضه، انا خليته يريح عشان العرج ما يشدش معايا، عرج الدقيق. المكونات بتاعتنا هي ملهاش مكونات، هو الفطير مشلتت بيتعمل بميه وملح ودقيق. انا بس المره دي حطيت حاجات تانية، بس عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه تحطيها براحتك، عندك المتوفر حطيه. انا حطيت معلقه ملح، نص معلقه ملح ومعلقه سكر ونص مج لبن. كان عندي علبه اللبن دي، طبعا اللبن متبستر، انا يا اما اعمل بيه بشاميل يا اما اعمل بيه معجنات، لكن شرب ما بنشربوش مع ان انا بحبه، بس هم البنات ما بيحبوش، بيحبوا اللبن الطبيعي اللي هو السايب، لكن المعلب ما بيحبوش في الشرب نهائي. انا بحب اعمل بيه الكيك، واحب اعمل بيه البشاميل والجلاش، واعمل بيه المعجنات كلها طبعا. وعندي مجين من الكبار ده ميه، هحط 3 صحون دقيق، ال3 صحون دقيق هيطلعوا لي 3 فطاير. واحده كبيره اللي هي 100 جنيه، واتنين صغيرين اللي هي الواحده ب25، يعني ال3 اطباق دقيق هيعملوا لي ب150 جنيه فطير. تمام. 3 اطباق دقيق يعني كيلو ونص، كيلو ونص بكام؟ قولي ب25 جنيه، كيلو ونص دقيق ب25. ماشي، هنحسب الاكله مع بعض هتصرف كام. وحطيت نص مج اللبن وحطيت معلقه السكر ونص معلقه الملح، وابدا اعجن. الميه دافيه لاني انا دفيت الميه في البراد، لان اللبن كان في التلاجة مسجع، فانا دفيت الميه وقلت ما بديهاش ما اقعد كده في الارض ايه واديها عجنه لغايه ما ربنا يفرجها عليا واشتري عجان. البنات حوالين مني مش مصدقين ان هم هياكلوا فطير. تتعشوا فطير النهارده كده؟ هي خلاص ريحت تمام. بصوا احط صباعي فيها الاقي علم، يبقى خلاص هي كده ريحت. بص ولا لسه كده؟ اسيبها 10 دقايق. هي كانت لسه كده ما ارتاحتش، معلش انا غلطت في الفيديو، هي كده كانت لسه ما ارتاحتش. كنت اوريكم العجينه ما تبقاش طريه ولا تخينه، اهم حاجه ما تلسكش في ايدك. واغطيها لمدة 10 دقايق، لو ورايا حاجة اعملها لغاية ما تكون ايه اتشربت الدقيق، اتشرب في بعضيه وبقيت مالسة. بصوا دي اخد مجين ونص مية والنص التاني لبن، يعني يعتبر 3 مجات بالمج ده، يعني لكل صحن دقيق مج مية. ماشي. المج ده حوالي نص لتر مية، نص مش عارف، هو يطلع مجين بالمجات اللي هي بنشرب فيها الشاي العادية. هنا كان عندي كيس سمنة فيه معلقتين طلعتهم، وعندي السمنة البلدي دي سمنة بقري بلدي، واحط زيت، ولا عندي قشطة ولا عندي زبدة فرن، انا هعمل بسمنة علب وسمنة بلدي وزيت الموجود. يعني هي فرن من ساعة ما غليت بوختها خالص وما بقيتش مستحبة، بقيت الجالب ب100 جنيه، فما بطلت اجيبها الصراحة. على ايه ده؟ انت كيرات للسمنة البلدي احسن منك. ليه؟ ونقطع، هعمل اول واحدة 6 فطاير، واتنين التانيين كل واحدة 3، يعني الكبيرة هعملها ب6 فطاير، والتانيين الاتنين التانيين اعملها كل واحدة ب3 فطاير، بس 3 فطاير برضو ايه كبار، مش صغيرين، مش براريم صغنن، لا كبار. وهتشوفوا ازاي نفردوها مع بعض، وهحطهم من جوه بعض ازاي. انا مش هحطهم مش هفرد الواحده واحده صغيره واروح حاطه فوق منها فوق منها فوق منها لغايه ما يبقى راجع، لا. عملتها مره وما حبيتهاش. جوزي قال لي ايه ده يا مريان، ده انا حاسه ان انا بطلع بالورقه وباكل، يعني مش اللي هو الفطير الملفوف جوه بعضيه.
يعني احنا بطبيعتنا بنحب الفطيرة كده ايه، ما تعرفلهاش اول من اخر كده ملوشة جوه بعضيها، ما تعرفلهاش اول من اخر. لكن هي اللي بتتعامل راق فوق راق فوق راق فوق راق دي، لما تيجي تاكليها تطلعيها كده راق فوق راق. طب انا اكلت ايه؟ لا مش هينفع عشان كده يعني. ما تاخدوش بالكم من الاصوات اللي حواليا، ده هم شويه كده كده انا حابساهم في كرتونه اهو. وافضل اقطع كده وتسويها، وبعد ما تقطعيها لازم تدهني وشها زيت عشان ما تجشفش معاكي، يا اما ايه بفوطه نظيفه وتغطيه، حاجه من الاتنين. بس انا دهنتهم زيت عشان انا مش عايزه اغطي، انا عايزه اشتغل على طول واعملها على طول. لان البنات بصراحه لما قلت لهم ان انا هنعمل فطير مشلتت ما ادوش الصبر، عايزين ناكل عايزين ناكل، فاكرين ان هو يا دوب اتعجن هو يتعامل على طول. بس ده اخر واحد. إيه نعمل دي تلاتة ودي تلاتة إيه. بس احنا هناخد واحدة من السبعة نحطها مع هاي الخمسة دي، يبقى ستة وستة. تبقى الكبيرة ستة لوحديها، والستة التانيين على صينيتين. دول 12 فطيرة، 12 قطعة. بس كده هما ريحوا، انا علمتهم بايدي، وهحط نقطة زيت عشان افرد عليها. بس ودي الخليط اللي انا كنت ايه بخلط بيه، وابدا ايه افرد افرد كده من جوه لبره من جوه لبره وهكذا. ايوه نقلع الدبله بدل ما تتقطع. مره ضاعت الدبله وقعدت يوم ادور عليها، ده اخر الجزات ان انا اديها للبنات يشيلوها لي. مريم عايزه تفرد معايا بس انا شخطت فيها، لان انا ما بحبش حد يحط ايده في العجين. بس هما قاعدين حواليا بيتفرجوا، لان هما نفسهم يعملوا واحده بس مش عارفين. مرزقة بتقول لي امتى يا ماما تسيبيني اعمل دقيق واعجن لك واعمل لك زي في التلفزيون، يما الاطفال كده بينفخوا دقيق في وش بعض ويلعبوا كده ويحطوا البيضه فبقول لها ده الكلام ده نشوفه في التلفزيون بس، لكن لو في الحقيقه ده انا احطك جوه العجين. لا طبعا انا جزيني العجين يبوظ والدنيا تبوظ، فمرضتش ايه، كنت مجربه كده يا بت طير على طول. وابدا اشد فيها كده تتقطع، ما يهمش كلها تتدخل كده في بعضيها، تلاقيها عملت زي ايه، زي الشلاولة ومع بيقولوا عليه ده، اللي هو ايه معفلاش اول من اخر. او عملتها كده زي ايه ديل الحصان، وايوه ده القلب بتاع الفطير. وهكذا مريم في الاخر هتلطش حته قلم، مستنوا بس شوف. اهي. وابدا اطلع كده ايه افرد من فوق من بره لجوه، من جوه لبره من جوه لبره، وهكذا. لو لقيت القلب بتاعها لسه سميك شويه إيه مش هيتفرد معاكي من طول فردت الجناب، فانت تحطي ايدك من تحت وتشدي الفطيره بالراحه، هتلاقي القلب بيجي رقيق معاكي وحلو عشان ما يطلعش ايه سميك. مم. ايوه اعملي كده. حاسه ان انا بنام انا وقاعده. طبعا انتوا شايفين مش محتاجة ان انا اشرح حاجة، انتوا شايفين انا بعمل ايه، بطبق. وايوه وقبل ما اطبق اخر تطبيق احط اختها جواها. دي افضل طريقة انا بالنسبة لي وبحبها، مفضلة بالنسبة لي دي. وبعد ما بعد ما افرد كله واحطه جوه بعضيه العدد اللي انا عايزه تعمليها ب3 اعمليها، بس تبقى رقيقة قوي. لكن ما تعمليها ب6 بيبقى فيها قلب كده ومرجة من جوه. طبعا هم في الافران بره بيعملوها رهيفه، وما بيحطوش فيها هي فطيره واحده وبيلفوها كده كذا لفه وبيعملوها رهيفه وبيبيعوها ب25 جنيه و40 جنيه، واسعار ارقام خياليه بنسمعها. طبعا هم كتر خيرهم، الزيت غالي والسمنه غاليه والدقيق غالي
والغاز غلي، يعني هم الصراحة الحاجة غليت. ما احنا ما عندناش القدرة ان احنا نجيب فطيرة ب50 جنيه ولا ب40 جنيه دوب تأكل عيل. فاحنا نعملها في البيت بصحن دقيق، والزيت كده كده في البيت عندنا، والسمنة عندنا، والبوتاجاز عندنا، يعني متوفر لك. فخليكي ست بيت مدبرة واعمليها في البيت، لانك انت لو هتشتري من بره مش هتشتري، مش اللي هيكفي العيل ولا يشبعه ولا يفيده. يعني انت كده كده هتشتري، بس مش هتشتري زي اللي انت عملتيه في البيت. فخليكي كده ايه الايام دي عايزه الواحد حتى لو انت ما عارفاش تعملي، ربنا يخلي اليوتيوب اللي بس اكتبي فطير مشلتت يظهر لك مليون فيديو فطير مشلتت. اتعلم يا ستي واعملي، ما حدش عاش متولد متعلم ولا عارف. لا، انت شوفي الفيديوهات وامشي على الوصفه وامشي على الطريقه بالظبط. مره تخيب معاكي ومره تصيب ومره تطلع حلوه ومره تطلع وحشه، والدنيا تمشي والعيل بياكل وبيشبع جوه البيت. الحاجه بتبقى في البيت ببركتها وبيشبع منها. لكن تجيبيها من بره ب40 جنيه، انا والله شفتها في اول السوق زي اللي في الصينيه الصغيره ب40 جنيه، مرضت اجرب عليها ورقيقه، يعني عايزه اقول لكم ما تكفيش عيل. طب عيل يفطر فطيره ب40 جنيه، امال يتغدى بايه ويتعشى ايه؟ فخليكي حكيمة، خليكي حكيمة وشوف الظروف. يعني الناس دلوقتي الراجل بيجي يشتغل شغلانة واتنين وتلاتة عشان يعرف يصرف على بيته ويعرف يكفيه في الظروف اللي احنا فيها، في البلد اللي احنا فيه والغلا اللي احنا فيه. وربنا يستر الأيام الجاية، بيقولوا إن الأيام اللي جاية أيام أصعب، بس الحمد لله ربنا اللي ستر الفات يستر اللي جاي. ويلا الحمد لله. احنا اصلا لو لقمه بملح تكفينا، بس الواحد اللي بيعمل عشان خاطر العيال. العيال ما ذنبهاش حاجه، حتى لو الحاجه غاليه بتيجي على نفسك وبتجيبيها. الواحد يعرف يتحكم في طلباته هو، لكن ما يعرفش يتحكم في طلبات العيال، لان العيال دي ملزومه ان هي تعيش عيشه كويسه، تتربى كويس، تاكل كويس، تلبس كويس، تتعلم كويس. ايوه كل واحد على قد ظروف اهاليه، بس انت اللي في استطاعتك تعمليه. ما يبقاش في حاجه في حاجه في ايدك وما تعمليهاش، اللي في استطاعتك تعمليه. لان انت بكره وبعد هتتحاسبي على العيال دي، هتتحاسبي على انك انت ربيتيهم ازاي، صرفتي عليهم، كنت بخيله عليهم، ما كنتش بتاكليهم، ما كنتش بتشربيهم، ما كنتش بسترهم. كله ده تتحاسبي عليه. فانت اعملي اللي يرضي ربنا قدامه. يعني انا ما قصرتش معاكم، عملت اللي يرضي ربنا بس كده. دي اخر فطيره تقريبا، اللي هو الكفر اللي من بره اتقطع اتقطع، ما يهمش، ما احنا هنقلبوها وهنخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. انتوا عارفين سبب القطيعه دي ايه؟ ان انا ما حطيتش ملح زياده. المفروض ان انا احط معلقه ملح مش نص معلقه ملح، لان لما تكون المعلقه الملح بتاعها قليل بتتقطع، وما تزودي لها الملح بتبقى مالحه، خدي بالك. فانت لازم تظبطي ايدك في الملح. انا امي كانت بتقول لي كده الصراحه، تقريبا طلعت عندها حق فيه. حطيتهم جوه بعض خلاص كده، واجيب الصينيه الكبيره وايه واقلبها. عايزه اقول لكم ان انا مريم بص زهدتني زهق في قعدتها جنبي دي. يا بيت توعي، يا بيت توعي، يا بيت توعي، مش سامعه، لازقه فيا. هي ما بتصدق ان انا بصور، بتلصق فيا زي الجراده. السمنه حجرت. عايزه اقول لكم اللي انا السمنه حطاها كده ما مسيحاش، بس عايزه اقول لكم ان العجينه مسافه ما انا خلصت ورحت غسلت ايدي وحبيت افردها كانت حجرت من السمنه. السمنه جمدت فيها بس الصراحه سهلت علي فردها، سهلت عليا دبها، يعني بعد جبنه خبيزه ادبها. كانت في الاول فين وفين ما تريح وتدب، دلوقتي سهلتها علي الصراحه. اهي وادي التلاتة عملتهم وخبزتهم. هسيبهم يرتاحوا كده قيمة 10 دقايق، واروح من ما اشغل الفرن وتسخن ويكون هم ريحوا ادب واحدة واحدة واحطها. بس انا دبيتهم هما التلاتة. شايفين البنات مبسوطين ازاي؟ قومي يا زوبة، قومي يا زوبة، اعملي في صحنين دقيق للعيال واعملهم فطيرة وفرحيهم وما تكسليش يا زوبة. انت عارفة نفسك يا زوبة، فاكرة؟ ها، هقول لكم مين زوبة دي في الاخر. اهي. نسيت اقول لكم صحيح ان انا مبسوطه جدا 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 بنجاح القناه وتفعيلها للربح. يعني عايزه اقول لكم ان اللي على القناه ده مجهود سنه ونص. يعني انا عامله القناه من 2020،
من شهر 6 2020، يعني ليها سنة ونص. ليا سنة ونص. بس الأول ما كنتش بشغل بنزل عليه، لأنه كان ممكن كل شهر 4 فيديوهات 5 فيديوهات. لكن دلوقتي بدأت أتحمس، لما بدأت تتفعل الربح بدأت أتحمس وبدأت أنزل فيديوهات أكتر. بدأت أصور بقى ليا نفسي إن أنا أصور وأنزل. ما بيتفعل، في ناس بتتفعل معايا، وأغلبية اللي بيتفاعلوا معايا والله ناس أنا معرفهاش. يعني الناس اللي أنا أعرفها اتفاعلت معايا في البداية وبعد كده اتسحبت من القناة أو ما اتفعلتش أو ما بتشوفش الفيديوهات أصلا، لأن هم كل ما بيشوفوني بيقولوا لي إيه ده بطلت تنزلي فيديوهات؟ فبقول لهم أكيد أنتوا مش متابعين القناة. بيقولوا لي ليه؟ قلت لهم عشان أنا لسه منزلة فيديو امبارح، إزاي أنا لسه ما نزلتش فيديوهات؟ يقولوا لي لا ده ليكي فترة كبيرة ما نزلتش. قلت لهم لو أنتوا متابعين كنتوا هتعرفوا إن أنا نزلت فيديوهات. فأغلبية التفاعل اللي على القناة ناس أنا معرفهاش، ويشكروا. كتر خيركم وانتوا سبب رزق الناس كتيرة، وربنا يديمكم في حياتنا، وأقول لكم شكرا. بس كده دبيت اتدبت بكل سهولة. عندي علبة القشطة دي، علبة القشطة دي زمان أنا كنت بجيبها ب5 جنيه، غير بقت ب7، دلوقتي ب9، بعد يومين هلاقيها ب12 وهكذا. احط على الوش بس عشان يبقى الوش محمر، مع ان هو والله ما كان محتاج، بس هتقول ايه اتعودنا على العوايد دي خلاص. اهي عايز اقول لكم التليفون مش عارفه ماله، يعني في حتت تاتش فيه ما شغلاش وفي حتت شغاله. هو بيحمر ويسمر وبيض مره واحده كده لوحده، ما اعرفش ليه. هبصوا شايفين بيضرب الوان كده لوحده. ربنا يستر ربنا يستر، ده التليفونات غاليه. ربنا يستر، ما فيش مره جبت تليفون دلوقتي. ايه بس كده احنا شغلنا الفرن وسخنت وهنبدأ ايه نحط على طول. حطيت الكرسي واقعد قدام الفرن واتدفى شوية على وش الفرن. عايزه اقول لكم ان انا ايدي رصرصت من المواعين والاكل، ودي ايدي سجعت. انا في عز الشتاء مش بغطي ايدي عشان ان انا ايدي في المية على طول. يعني في عز الشتاء تلاقيني جايبه الكمام كده لغايه الكوع وعادي خالص. تقولي لي انت بتبرد، اقول لك هبرد ازاي وانا ايدي في الميه. ودول كانوا حمروا، اطلعهم كده ايه واحط الكبيره. كان لسه بس عايزين سن ايه لون ياخدوا اللي انا كنت مطيت عليهم من تحت او غطيت عليهم من تحت، لان مش عايزاهم دول رقيقين مش تخان، فمش عايزاهم ايه يتحمشوا من تحت، عايزاهم يبقى نص سوا من تحت، يعني متبقاش مستويه جوه. هتشوفوا اللون معايا برضو الوقت، هقلبهم على بعض وتشوفوا. احط الكبيره دي الملك الكبير بتاعنا. ادي اللون التاني اروح قلبها عليها واسيبهم هما اتنين يحرقوا. ادي اللون، انا كنت عايزه اللون ده عشان ماروسكا بتحبها كده، قالت لي يا ماما ما تنشفهاليش. لكن انا طبيعي الكبيره انا بحبها لان احنا يعني بنشفها. انا مش عامله لحد معانا، ده ليا انا والعيال، واللي هيتفضل منها هقطعه رباع واحطه في الفريزر، بدل ما كل شويه اعمل وايه واطلعه لهم اسخنه لهم بياكلوا على طول كانك لسه عاملاه. أو بحاول اطلع لهم، قالوا لي عايزين ناكل، فانا ايه قلت يا ما بردوا يعني هبرد لهم نص كده، اطلع اشوف الدنيا فيها ايه من جوه. في بصوا الهوجه بتاعت بصوا الدخان، بصوا سخن. آه. شايفين كام مرقه من جوه؟ دي 3 فطاير بس، يعني 3 فطاير فطير. شايفين كام مرقه من جوه؟ بصراحة كان طعمها خطير خطير خطير. اللبن مخليها هشة وحلوة وخفيفة، مخلي الراجة بتاعتها خفيفة كده ودايبة. هو اللبن بيخلي هو المخبوزات بطعمها حلو. وفيديو النهارده يكون خلص والاكله بتاعت النهارده خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه عشان القناه تكبر ليكم وبيكم. واشوفكم فيديو جديد، مع السلامه يا رق واحلى اخوات في الدنيا.